السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي محمود، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير الدجاج معمر ومحمر في الفرن، كيجي كأنه مشوي بطريقة سهلة، بحشوة سهلة وسريعة ولذيذة بزاف. غادي نشارك معكم كذلك طريقتي في تحضير الدغميرة من ألذ ما يكون، كتجي لذيذة بزاف ومعلكة. ان شاء الله هاد الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها، وكيف ديما ما تنسونيش من لي لايك ديالكم للتشجيع وتشتركوا في القناه. والا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كنحتاجو المقادير: دجاجه من وزن 2 كيلو، كنغسلوها وكنسقطروها مزيان. وكنحتاجو للتوابل: الخرقوم، سكينجبير، ابزار، توابل ديال الدجاج، الثومه، الهريسه، المصير، الملحه، لا موطارد، واحد الضويمه ديال الزعفران، قليل من الزعتر، وملعقه كبيره من القزبر ومعدنوس مقطعين. كناخذ واحد الاناء كنوضعوا فيه جميع التوابل، وكنعصروا فيه واحد نص حامضه، وكنخلطوا هاد الشرموله وكنضيفوا لها القليل من الماء. وكناخذوا الدجاجه وكنشرملوها مزيان من برا ومن الداخل وبين الجلده حتى كتشرمل باش تجي لذيذه. كتدخل مع ديك التشرميله كنتقبوها في الصدر، وكنوضعوا فيها الشرموله مزيان باش يجي داك الصدر فتي. ودابا كناخذ داك اللي بقى لينا من التشرميله وكنضيفوا عليه الشعريه ديال الروز اللي كنوضعوا فيها الماء مغلي. كنضيفوا ملعقه من القزبر ومعدنوس والكبيدات اللي سبقنا سلقناهم، وكنضيف قليل من المصير والزيتون مقطع دوائر. وكنخلطوا هاد العماره مع التوابل وكنعمروا بها الدجاجه من الداخل. كنعمروها مزيان وما كنوضعوهاش حدا الفخيدات باش ما تطرطقش. ومن بعد غادي نسدوها بالخيط على هذا الشكل هذا، وكنجمع لها حتى الجنيوحات ديالها بالخيط باش ما تطرطقش لنا في الفران. كناخذ واحد الكيغدون وكنتقبو به الدجاجه مزيان باش ما تطرطقش وباش تدخل معها الطياب. ودابا كناخذ هاد المول ديال الفرن كندهنو بالقليل من الزيت، وكنوضعو فيه الدجاجه على الصدر ديالها. كنضيف لها ديك التشرميله اللي بقات لينا وكنغطيها بورق الفرن هو الاول. من بعد كنوضع عليها ورق الالومنيوم باش تزمت وتطيف داك البخار ديالها، وكندخلها للفرن على درجه الحراره 180. كتاخذ معايا ساعه ونص.
ودابا غادي ننتقلوا باش نحضروا الدغميره. كنضيف البصله، الملحه، زيت الزيتون، الثومه، كنضيفوا البزار، راس معلقه ديال القرفه، توابل ديال الدجاج، سكينجبير، الخرقوم، نص ضامه ديال الزعفران، وكنخلطوا هاد البصله، كنخلوها تقلى مزيان. ها هي من بعد ما تقلات دابا كنضيفوا لها القشيوشات ديال الدجاج مع العنق، كنضيف المصير، وكنروي بالماء مغلي، وكنخليها طيب حتى توقف. هيا الدغميره ديالنا من بعد ما طابت وقفات، دابا كنضيف ليها الزيتون، كنضيف ليها القزبر والمعدنوس، ومن بعد كنخلطها مزيان وكنطفي عليها البوطه. دابا كنضيف ليها زيت الزيتون، وهي الدجاجه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن. كنتكيوها بهذا الكيغدون باش نشوفوا واش طابت. ها هي الدجاجه ديالنا طابت. دابا كنقصوا داك الروالي فيها، كنضيفوه للدغميره. وهنا كناخذ الزبده وكناخذ الهريسه وكندهنها مزيان. جميع البلايص كندهنهم باش تحمر وتاخذ واحد اللون زوين. وكناخذ حتى ديك الدغميره اللي خرجت منها، هذاك الصوص اللي خرجت من الدجاجه حتى هو كندهنو به الدجاجه باش يعطي واحد اللون زوين. وكندخلوها للفرن حتى كتحمر. دابا غادي نحضر معكم واحد الصوص باش نتبل بها الخضره اللي سلقت. كناخذ القزبر والمعدنوس، كنضيف الملحه، الابزار، الكمون، كنضيف الخل، وكنضيف زيت الزيتون، وكنخلطها. ودابا كناخذ البطاطس اللي سلقناها، كنضيفوا ليها معلقه من هذا الصوص اللي حضرنا وكنتبلها مزيان. انا اكتفيت غير بالجزر والبطاطس، هما اللي كياكلوا ولادي، نتوما تقدروا ديروا اي خضره بغيتو. وهنا كناخذ الجزر حتى هو من بعد ما سلقناه، كنضيف ليه هذا الصوص. وها هي الدجاجه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن وخدات لون ذهبي وتحمرات. دابا غنحيد ليها داك الخيط وغنرافقها بهاد الخضره اللي سلقت. والتقديم كيكون اختياري، كتقدروا تقدموا كيف ما بغيتوا. ودابا كنقدم هاد الدغميره فهاد الزليفات الصغار، كل واحد كياكل من الزليفه ديالو. كتجي الدغميره واقفه، كتجي لذيذه. وكنزينهم بقطع من الحامض مصير. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي حضرت معكم اليوم. كيجي الشكل ديالو رائع ولذيذ، كيجي فتي وطيب الزبده بحال مشوي في الشوايه، كيجي رائع. ودابا غادي نقطع الدجاجه باش نشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. ها هي كيف ما كتلاحظوا كتجي العماره طيبه، كتجي لذيذه، كتجي شهوه منها. وها هو اللحم كيجي طايب، كيجي فتي، كيجي لذيذ.
بحال مشوي. وصفة ناجحة، كنتمنى انكم تجربوها، اكيد غادي تنال اعجابكم. وما تنسونش الى عجباتكم الوصفة ديال اليوم ما تنسونيش من لي لايك ديالكم للتشجيع، وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب في مواقع التواصل الاجتماعي. وإلا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ديروا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على حسن المتابعه، ودمتم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى فيديو اخر ان شاء الله.